السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميكاستا. غدا غتعطى ضربة البداية ديال دور المجموعات ديال أحسن مسابقة للأندية داخل القارة السمراء، واللي هي بطبيعة الحال عصبة الأبطال الإفريقية، واللي غادي تعرف مشاركة جوج أندية مغربية واللي هما الوداد حامل اللقب بالإضافة للرجاء، وغتعرف ايضا مشاركه بعض الفرق العربيه المعروفه واللي على راسهم الاهلي المصري صاحب الرقم القياسي في هذه المسابقه، بالاضافه للترجي التونسي وشباب بلوجداد الجزائري والزمالك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الحظوظ ديال الانديه المغربيه في هذه المسابقه، الرجاء والوداد بالاضافه، وغادي نشوفوا الحظوظ ديال فريق الجيش الملكي في المجموعه الحديديه اللي حطاتو فيها القرعه كأس الاتحاد الافريقي. ولكن قبل ما نبداو هادشي كامل ما تنساش ديك لايك وسبسكرايب للقناه الا كنتي باقي جديد، وما تنساش تتابعني في الحسابات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، ونتلاقاو مور الانترو. كرة عرضية رأسية دوري ابطال هذا الموسم واللي غادي يعرف منافسه قويه بين الفرق الكلاسيكيه ديال القاره السمراء، واللي على راسهم بطبيعه الحال الاهلي المصري واللي غادي يبحث على اللقب رقم 12 في تاريخه وتعويض خساره النهائي في الموسم الماضي امام الوداد، بالاضافه للترجي التونسي واللي غادي يكون الهدف ديالو هو العوده لمنصه التتويج بعد غياب دام من سنه 2019، بالاضافه لثنائي كازابلانكا الوداد والرجاء، بحيث انه غيطمح الوداد للحفاظ على اللقب اللي حقق الموسم الماضي بصفته واحد من المرشحين بالرغم من تراجع الفريق في الاونه الاخيره. اما الرجاء فغادي يبحث عن تتويج الغائب 24 سنه وبالضبط من سنه 1999، بالاضافه للفرق القويه الاخرى داخل القاره الافريقيه امثال ماميلودي سان داونز وشباب بلوجداد الجزائري ونادي الزمالك المصري. نبداو بالمجموعه الاولى واللي كتضم الوداد البيضاوي حامل اللقب بالاضافه لكل من بيترو اتلتيكو الانغولي وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبه القبائل الجزائري. هذه المجموعه ما غاديش تكون سهله للوداد كيف ما كيظن البعض، خصوصا مع الوضع الحالي للفريق ومع مدرب جديد المهدي النفطي، هذا الاخير اللي ما كيمتلكش خبره كافيه في المسابقات القاريه وبالضبط داخل الادغال الافريقيه، بالاضافه ايضا لسكواد متوسط هذا الموسم مقارنه بسكواد الموسم الماضي. كنظن ان مهمه الوداد في التاهل من دور المجموعات هذا الموسم غادي تكون صعيبه بزاف، وغادي يلقى صعوبات كبيره في تجاوز الفرق اللي معاه في المجموعه واللي باعتبارها فرق قويه جدا. بيترو اتلتيكو واللي استطاع في النسخه الماضيه انه يوصل لدور نصف النهائي وتقصى على يد فريق الوداد البيضاوي اللي معاه حاليا في المجموعه. بيترو واللي هو متصدر ديال الدوري الانغولي بفريق قوي، استطاع الفريق انه يكسب خبره في مسابقه دوري ابطال افريقيا بالمشاركات المتواليه ديالو في السنين الاخيره. بيترو اتلتيكو غادي يكون احد الخصوم القويه في هذه المجموعه الوداد البيضاوي وغيخلق ليه متاعب كبيره خصوصا داخل الميدان ديالو. اما فيتا كلوب واللي كيقدم اداء قوي في بطوله الدوري الكونغولي وكيحتل الصداره بفارق 9 ديال النقاط على اقرب مطارديه، العيب الوحيد في الفريق هو انه ما كيعرفش يلعب خارج الميدان ديالو في المسابقات القاريه. فيتا كلوب غيطمح بدوره هذا الموسم للتاهل وغادي يكون خصم قوي للوداد في رحله التاهل لدور ربع النهائي. اما شبيبه القبائل هذا الفريق اللي كيعاني بشكل كبير هذا الموسم وكيحتل الرتبه ما قبل الاخيره في بطوله الدوري الجزائري. كنظن ان شبيبه القبائل في هذه المجموعه غادي يكون هو الاقل حظا في التاهل للدور ربع النهائي. عموما كنظن ان خبره الوداد في هذه المسابقه هذه غادي تعطيه التاهل في صداره المجموعه، وغادي يبقى الصراع على البطاقه الثانيه بين فريقي بيترو اتلتيكو وفريق فيتا كلوب. كيف ما قلت ان فريق شبيبه القبائل الجزائري الحظوظ ديالو جد ضئيله في المنافسه على احد بطاقتي التاهل. كنظن ان الفريق اللي غادي يرافق فريق الوداد للدور ربع النهائي غادي يكون هو فريق بيترو اتلتيكو الانغولي، وذلك نظرا للخبره اللي كيمتلك مقارنه مع فريق فيتا كلوب. دوزو المجموعه الثانيه واللي كتضم صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا واللي هو الاهلي المصري، بالاضافه لكل من ماميلودي سان داونز الجنوب الافريقي والهلال السوداني وكوتون سبور الكاميروني. كيف ما قلت قبل ان النادي الاهلي غادي يحاول العوده والتتويج مره اخرى بلقب دوري ابطال افريقيا، خصوصا انه كان وصيف في النسخه الماضيه. كنظن ان هذه المجموعه واضحه فيها الامور شيئا ما، وهذا الشيء راجع للخبره والسكواد الاكثر جوده لكل من فريقي الاهلي وماميلودي سان داونز مقارنه بفريقي الهلال وكوتون سبور.
في الاعتقاد ديالي ان هذه المجموعه هذه غادي يتاهل منها الاهلي كمتصدر للمجموعه وماميلودي سان داونز في المرتبه الثانيه، هذا الشيء الى تحترم المنطقه بطبيعه الحال. من المجموعه الثالثه واللي فيها كل من الرجاء بالاضافه الفايبرز الاوغندي وسيمبا التنزاني وحوريا كوناكري الغيني. الرجاء كيف ما قلت في الاول غادي يبحث على اللقب الغائب عن خزينه النادي من 24 عام، والمطلب الاول ديال جماهير نادي الرجاء العالمي هو لقب دوري ابطال افريقيا. الرجاء هذا الموسم اللي كيعاني من تذبذب واضح سواء على مستوى الاداء او على مستوى النتائج، والنتيجه ديال التذبذب كانت هو الابتعاد على صداره الدوري المغربي بفرق 7 ديال النقاط. التركيبه البشريه ديال الفريق هذا الموسم كنعتبرها جد متوسطه، ربما الميزه الوحيده اللي غادي تكون عند النادي على المنافسه على اللقب هو المدرب منذر الكبير اللي كيعرف الخبايا ديال الادغال الافريقيه. عموما كنظن ان المنافسه في هذه المجموعه غادي تكون قويه، والرجاء ما غادي تكونش المهمه ديالو سهله في التاهل نحو دور ربع النهائي. سيمبا التنزاني واللي كيتعتبر حاليا واحد من احسن الفرق داخل القاره السمراء وفريق احترافي بامتياز. هذا الفريق واللي كيحتل المرتبه الثانيه في بطوله الدوري التنزاني وعنده خبره كبيره في المنافسات القاريه سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او في بطوله كاس الاتحاد الافريقي. هذا الفريق واللي غادي يلقى معاه فريق الرجاء صعوبه كبيره في ميدانه، بحيث ان الملعب ديالو كيتسع لاكثر من 70,000 متفرج. اما فريق حوريه كوناكري الغيني، الفريق اللي معروف قاريا واللي بدوره كيمتلك خبره كبيره في منافسات دوري ابطال افريقيا، والموسم الماضي كان في المجموعه ديال نادي الرجاء واستطاع انه يخلق ليه متاعب كبيره وفاز عليه في كوناكري بنتيجه 2-1. كنظن ان الفريق الغيني غادي يكون منافس قوي ايضا على بطاقتي التاهل للدور المقبل. اما فايبرز الاوغندي واللي كيتعتبر مفاجاه هذا الموسم لدوري ابطال افريقيا، هذا الفريق اللي ما خاصكش تستهان به واللي هو في طريقه لدور المجموعات استطاع انه يقصي واحد من كبار القاره واللي هو تيبي مازيمبي. عموما كنعتقد ان الصداره غيحسمها الرجاء بحكم الخبره والاسم الكبير ديال النادي داخل القاره، والبطاقه الثانيه غتكون من نصيب فريق حوريه كوناكري الغيني اللي غيرافق نادي الرجاء لدور ربع النهائي. اما المجموعه الرابعه واللي كنعتبرها اقوى مجموعه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم واللي هي المجموعه العربيه واللي كتضم كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والزمالك المصري بالاضافه للمريخ السوداني. كنعتقد ان المتاهلين في هذه المجموعه غيكونوا هما الترجي التونسي اللي غادي يحسم صداره هذه المجموعه وغيرافقوا نادي شباب بلوزداد الجزائري لدور الربع النهائي. الزمالك هذا الموسم اللي كيعاني من مشاكل كبيره بالاضافه للمريخ السوداني واللي التركيبه البشريه ديالو ما كتساعدوش في المنافسات القاريه خصوصا في مجموعه قويه بحال هذه. بالنسبه لبطوله كاس الاتحاد الافريقي، فالجيش الملكي وضعاته القرعه في المجموعه الثالثه مع كل من فيوتشر وبيراميدز المصريين وكارا طوغولي. كنظن ان هذه المجموعه هي اصعب مجموعه في كاس الاتحاد الافريقي لهذا الموسم واصعب مجموعه ممكنه يجي فيها فريق الجيش الملكي، ولكن كنعتقد ان الجيش الملكي بالتركيبه البشريه اللي كيمتلك حاليا قادر انه ينافس بقوه في هذه المجموعه ويخطف احد بطاقتي التاهل. ولكن العائق الوحيد اللي كاين الجيش الملكي هو المدرب ديالو داكروز اللي ما عندوش خبره في مثل هذه المنافسات هذه. كنظن ان الجيش الملكي كيف ما قلت قادر انه يتاهل للدور الثاني شريطه الفوز في المباريات كلها اللي غادي يستقبلها الفريق في مدينه الرباط، وفي الاعتقاد ديالي ان الجيش الملكي غادي يتاهل من هذه المجموعه في المرتبه الثانيه مع كل من نادي بيراميدز المصري لدور ربع النهائي. اذا الخوت وصلنا للنهايه ديال الفيديو، هبط للتعاليق وكتب لي انت الفرق في نظرك اللي غادي يتاهلوا لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وكتب لي ايضا الحظوظ ديال الجيش الملكي في التاهل لدور ربع النهائي من بطوله كاس الاتحاد الافريقي. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما تنساش ديك لايك وسبسكرايب للقناه، نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.